اول حاجه نسمي الله وتعالي جربي النهارده وصفتنا. اوعدك انها تعجبك جدا وتجربيها مره واتنين وتلاته. اول حاجه هتجيبي باكت من جيلي الفراوله، هنزل عليه ببيضتين وكوبايه من السكر، وهنزل كمان عليهم بنص كوبايه من الزيت وكوبايه من اللبن الحليب. كل مقاديرنا سهله ان شاء الله وبسيطه جدا. وطبعا رشه من الفانيليا اساسي معايا بالشكل ده. وهبدا اخد المكونات دي كلها يا اما بالهاند بلندر يا اما في الخلاط، تخلطيها حلوه قوي. في المرحله دي او في الوقت ده هجيب كوبايتين من الدقيق بنخلهم حلو قوي، عليهم باكت كامل من البيكنج باودر، وعليهم رشه ملح ومعلقه كبيره من الخل. وهبدا انزل بالخليط بتاعي بعد ما خلطته في الخلاط بالشكل ده كده. شايفين لونه ولا ريحته؟ مش قادره اوصف لك حلاوته بجد. هبدا اخلط كل المكونات حلوه قوي، معلقه بقى بمضرب يدوي، اي حاجه عندك موجوده مش هتقول لا. بعد كده بجيب القالب بتاعي اللي انا هنزل فيه الكيك، بمسحه مسحه حلوه قوي من السمنه. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي في القالب بالشكل ده كده. ولو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، واعملي لايك للفيديو وشير كتير علشان الكل يستفاد. واعملي حفظ الفيديو ده عندك، اعملي له مشاركه لان بجد هتعجبك جدا جدا. اخدت الكيك دخلتها فرن لمده 40 دقيقه او 45 دقيقه، واما بتطلع بسيبها تبرد معايا شويه وبغطيها بكيس تلاجة علشان تفضل معايا طريه وهشه بالشكل ده. بقلبها بمنتهى السهوله علشان انا دهنه القالب بتاعي زبده او سمنه. وبعد كده بقطعها، هي كانت لسه سخنه بس مش تقدروا تقاومي ريحتها وحلاوتها. سهله جدا بسيطه حلوه قوي قوي، حاجه قطنيه وهشه كده. جربيها هتعجبك جدا جدا.